السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتونا جدا من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة ولايك وشير. موضوع سهل جدا، انت تعمل لايك وشير علشان الفيديو يوصل لكل الناس والكل يستفاد من اي حاجة بنقدمها. انا النهاردة حواريكم باقي حاجة رمضان اللي جبتها. احنا لغايه دلوقتي بوريكم الحاجه اللي جبتها، لكن طبعا انا مش كل سنه هشتري حاجات لرمضان. احنا بنجيب في سنه مثلا، والحاجه كل سنه بلمها واحطها في كرتونه، ورمضان اللي بعده اطلعها واكمل عليها حاجات جديده. لكن ما بيبقاش كله طبعا جديد، ما هينفعش حد يشتري كل حاجه جديده كل سنه. حاجات في وضع المستطاع، زي كل واحد اللي يقدر ان هو يجيبه يفرح بيها اهله وبيته. انا هوريكم جبت ايه وهقول لكم اسعارهم. انا جبت الصينيه دي، صينيه كبيره علشان السحور او نحط فيها المشروبات لو عندي عزومه. حلوه جدا وحجمها حلو قوي، قطرها كبير واسعه. دي انا جبتها من محطه مصر ب35. ولمبه الديسكو، انا لما بجيب لمبه الديسكو مش بحب اعلقها في الدويل، لان لما بعلقها في الدويل بتبقى ثابته. لما بحط اللمبه في الدويل بتبقى ثابته في مكان واحد. فانا بجيب اللي هو من اي كهربائي الجزء ده اللي هو بزرار، وبركبها فيه، وفي اي فيشه بحطها، بحيث ان انا عايزه اعلقها في البلكونه احطها تعمل اضاءه في البلكونه، احطها عايزاها في البيت احطها. فدي الفكره دي بتبقى حلوه جدا، ونفس اللمبه بعمل فيها اضاءه بكذا مكان. وجبت البريمه دي حجمها كويس جدا اللي بغطا، عشان نعمل فيها رز برام وملوخيه ومكرونه بشكل مبهج جدا كحاجه جديده. عليها غطاها وحجمها كويس قوي. ده جبت البرام بغطاها ب40 جنيه. والجهاز الكهرباء ده اللي مع اللي حطيت فيه اللمبه جبته ب20 جنيه من اي كهربائي. وطبعا ما ننساش الهدايا، لازم نفرح الكل قد ما نقدر. فجبت فوانيس حلوه جميله صغيره، بس شكلها حلو قوي. جبت الدستة ب35 جنيه من المنشيه. ده يعني يعتبر ارخص سعر انا لقيته. دستته ب35 جنيه. ده كوستر جبته النهارده، لقيت اشكالهم حلوه قوي مبهجه قوي. الستة ب15 جنيه. والفانوس ده انا اللي كنت عاملاه. قولوا لي ايه رايكم فيه. ده انا كنت عاملاه، مش جديد، ده من قبل كده. كل سنه وانتم طيبين. دي فروع ذهبي، كان في عليها هلال وعليها نجمه، حلوه جدا. الفرع ده جبته من محطه مصر ب35 جنيه، وده يعتبر ارخص اسعار انا لقيتها. يعني في الفروع محطه مصر ارخص من المنشيه. ده ب35 جنيه، في المنشيه لقيته ب40. دي المفارش اللي بتتفرش، بس لقيتهم منزلين 3 مع بعض. فدي طبعا انا كنت جايبه الواحده ب35 جنيه تقريبا، اللي هي نص متر. دول 3 مع بعض ب42 ونص من كمال سعد، من داخل كمال سعد نفسه. فلقيت سعرهم حلو قوي ان هم يبقوا 3 مش واحده بس. طبعا ده الرول اللي بيلزق، اللي عملت منه البرطمانات زي ما انتوا شفتوها قبل كده، وكانت حلوه قوي. فجبت منه علشان اكمل التزيين بيه. جبت منه 2 نفس اللون. ودي اكياس لقيت النهارده الوانها حلوه جدا، وسعرها ب12 ونص.
ده اكياس خداديات ب12.5 الواحد. وده طبق الهلال والنجمة، ده جبته الواحد ب25. دي تعتبر ارخص اسعار لقيتها موجودة. دول جبتهم من المنشية، الواحد ب25. قولولي بقى ايه رأيكم في المشتريات اللي جبتها. ما تعتبرش، انا ما بجيبش حاجات اللي هي اسعارها مبالغ فيها، في طبعا حاجات تانية اسعارها بتبقى مبالغ فيها، لكن انا بجيب المعقول اللي يدي فرحة في البيت وبهجة، لكن بأقل تكلفة. هوريكم بقى ان شاء الله، هطلع الحاجات اللي كانت عندي القديمة ونبتدي نزين مع بعض البيت بزينة رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.